السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة من جديد. واليوم ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضر معكم شباكية بالحليب بلا قوام وكذلك مكونات بسيطة وكتجي في المذاق لذيذة. وغنحضروها بشكل مربع او لا على شكل رغيفات، كتجي لذيذة بزاف ومقرمشة. واذا على بركة الله تابعوا معايا المكونات اللي غادي نحتاجو وكذلك طريقة التحضير. وهنايا عندي نصف كيلو ديال الدقيق، اي 500 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز. وعندي ربع كأس ديال الزبدة المذابة، هكا ذوبناها مزيان حتى كنحيدو منها اللبن اللي فيها، اولا تقريبا ما يعادل 51 غرام. عندي كذلك ربع كأس ديال ماء الزهر، عندي كأس ديال الحليب الدافئ او ما يعادل 150 مليلتر، عندي ملعقة كبيرة ديال الخل، وعندي ملعقة صغيرة من القرفة واليانسون والشمر او لا حبه حلاوه والنافع. واذا على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. وهنا كناخذوا اناء فاش غادي نخلطوا المكونات. اول حاجه غادي نغربلو الدقيق او لا نخلو الدقيق. وصافي هنايا من بعد ما غربلت الدقيق ديالي غادي نضيف واحد القبصه ديال الملح غير شويه، وغادي نضيف القرفه مع اليانسون والشمر او حبه حلاوه والنافع، وغادي نضيف كذلك ملعقه كبيره ديال الخل، وغادي نضيف الماء الزهر وكذلك الزبده المذابه. وغادي نجمع هاد المكونات بالكأس اللي عندي ديال الحليب، راه غادي يجمع لينا المكونات. غادي تكون عندنا العجينه شويه قاصحه، ماشي مشكل، هي خاصها تكون شويه قاصحه باش يلاه فاش طيب تجينا هشيشه، وما تجيناش قاصحه من ورا ما طيب كتجي هشيشه وكذلك مقرمشه. صافي غادي نجمع هاد المكونات هادو على هاد الشكل، وغادي نبدا نجمع هكا شويه بشويه بالحليب حتى كتشكل عندي واحد العجين متجانس وكتكون شويه قاصحه. ومن بعد ما كنجمع العجين ديالي كندلكها شويه، وصافي هنايا كنشكل واحد الحربل هكا طويل، وغادي نقطعو على حسب الاحجام اللي غادي نطلق او اللي غندلك. صافي غنشكلهم هكا، وغادي نوضعو من وسط واحد جوج ديال البلاستيكات هكا ونغطي عليه، ونخلي العجين ديالي حتى يرتاح ليا شويه باش يسهل عليا نخدم به ويسهل عليا نطلقو ونطلقاو. وهنا من بعد ما خليت العجين ديالي تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى طلقات ليا شويه، غادي نطلقها على هذا الشكل كيف كتشوفوا بالمدلك غير شويه، وكنجيب الجوانب بجوج على هذا الشكل وكنردهم فوق بعضياتهم. صافي وكنطلق العجين ديالي بشكل عادي او لا بشكل طولي على هذا الشكل، كنبقى نطلق طول وعرض حتى كنطلق العجين ديالي رقيقه، يعني بالشكل اللي كنطلقوا به الشباكيه عاديه. على هذا الشكل هذا كنطلقها صافي، وكنحيد هاد الزوائد او هاد الجوانب هادو اللي ما كيكونوش مصايبين باش يجينا النيت هكذا هاد التشنيف في الجوانب. ونحاول نقطعها هكا على شكل مستطيل طويل كيف كتشوفوا، مقسمه انا هذه على 3 وغادي نقطعها على هاد الشكل، يعني على شكل مستطيل طويل. هانتوما غادي تشوفوا معايا مزيان يجينا على هاد الشكل، وكذلك بهذا الطول. نحاول نستمر بنفس الطريقه حتى كنطلق العجين ديالي كامل. وهنايا من بعد ما كنطلقها كنوضعهم هكا فوق شي منديل وكنغطيهم باش ما ينشفوش ليا بزاف. وبنفس الطريقه حتى نسالي جميع العجين اللي عندي كنطلقوه بنفس الشكل، وكنقطع كذلك بشكل طولي او شكل مستطيل. صافي وكنوضع في المنديل وكنغطي باش ما يضربوش لينا البرد بزاف وينشف ويبدا يتهرس معنا او لا يتكسر. صافي ونستمر بنفس الطريقه حتى نسالي. وهنايا صافي من بعد ما ساليت كناخذ هكذا واحد المقله كندير فيها الزيت
تكون الكميه شويه زايده، وكنوضع هكا على هذا الشكل كيف ما موضح في الفيديو. هنا عندي الزيت باقا شويه بارده، ماشي مشكل. كنحط هكا هذا المستطيل ديالي، كنحط غير واحد الجانب منه، وكنبقى نخوي فوقه هكذا شويه ديال الزيت باش يتنفخ. هنا عندي الزيت شويه بارده، ماشي مشكل. صافي، وكنقلب على هذا الشكل، وكنحاول انني نلصقه مزيان باش ما يتحلش. نحاول انني هكا نديرو في الزيت، وكنقلب بنفس الطريقه على هذا الشكل، وكنبقى نخوي الزيت هكا من الفوق باش يتنفخ ليا مزيان ويجينا طايب من الداخل كذلك. بهذه الطريقه كنستمر على هذا الشكل، كتجي مهويه وكتجي مقرمشه وكذلك هشيشه، وكيجي المنظر ديالها زوين. وصافي كنقلب وكنخليها طيب، وغادي نستمر بنفس الطريقه كذلك. غادي تشوفوا معايا مره اخرى. صافي كنحط هكذا الجانب، واحد الجانب، وكنبقى نرمي فوقه هكذا الزيت باش يتنفخ ليا بهذا الشكل هذا اللي شفتو، ويجينا مورق. وكنقلب هكا وكنتني. غير نحسوا بها انها هكذا بدا شدات في راسها، ما بقاتش عجينه، كنقلبو تاني. وانا كنخوي في الزيت بهذا الشكل، وكنخوي كذلك من الجوانب باش يجيونا محمرين وطيبين وما تجيناش خضراء من الداخل كيف كتشوفوا الاخرى، لان الزيت الا كانت شويه زايده كتساعد على انهم يجيونا طيبين من الداخل. بنفس الطريقه كيف كتشوفوا على هذا الشكل حتى كنسالي. صافي اللي بانت لي هكذا تحمرات وخدات لي اللون، كنحيدوها، كنحاولوا نسقطروها مزيان مزيان، لانها كيتشكلوا فيها فراغات كيشربوا لينا الزيت. نحاولوا نخليوها تستقطر مزيان هكا فوق المقله. وبنفس الطريقه كنستمر كذلك هكا. وصافي، وكنوضعها في العسل غير شويه، وكنهزوها في نفس الوقيته، كنوضعوها نغطسوها مزيان وكنهزوها، ما كنخليوهاش بزاف ديال الوقت، لانها كيف كتشوفوا فيها فقاعات بزاف، كتشرب لينا العسل بزاف بزاف. لذلك ما نخليوهاش بزاف في العسل، غير وقت قليل ونهزوها. كيف كتشوفوا هانتوما من بعد ما حطيتها غنوضع فوقهم هكا العسل. كيف كتشوفوا عندي العسل ثقيل، راه دغيا غيشربوه على هذا الشكل. تنتاكد انني وضعت العسل عليهم كاملين، ونهزها في نفس الوقت، يعني ما نخليهاش، لانها كتشرب بزاف ديال العسل وغتجينا فيها العسل كثير، ما نخليوهاش بزاف ديال الوقت. وغنوضعها هكا في شي كسكاس كيف كتشوفوا باش تسقطر ليا مزيان. وغادي نهز الاخرى كذلك بنفس الطريقه، ونخليهم يتسقطروا مزيان مزيان. كيف كتشوفوا هزيتها في نفس الوقت، وكذلك شربات كميه كبيره من العسل، ولكن غنخليوها حتى تسقطر مزيان باش ما تجيناش فيها العسل فيها بزاف. ونستمر هكا بنفس الطريقه، نبقى نقلي هكا في الزيت ونطفي في العسل، وفي نفس الوقت نهز. ومن بعد غادي نزينهم هكا بشويه ديال الزنجلان من الفوق محمر، ونخليهم يتسقطروا ليله كامله. ومن بعد صافي كيكونوا وجدوا. وانا هنا غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كتكون وجدات، من بعد ما كنخليها تستقطر من العسل مزيان،
وكنكون زينتها هكا برشات ديال الزنجلان محمر هكا من الفوق. كتجينا على هذا الشكل اللي كتشوفوا، كتجي زوينه بزاف، وكذلك كتجي مقرمشه ومورقه من الداخل، وكتجينا طايبه من الداخل كيف كتشوفوا، كتجي محمره حتى من الداخل ما كتجيش خضراء. وهانتوما غادي تشوفوا معايا من الوسط، غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط، وكيفاش كتجي كامله، كتجي زوينه بزاف، وكتجي كذلك مقرمشه وفي نفس الوقت هشيشه. هانتوما كيف كتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي كامله هكا فقاعات، وكتجي كذلك هكا مورقه ومقرمشه ولذيذه بزاف. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ضغطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس للتوصل دائما بجديد وصفاتي. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.